السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ورجعنا بقى في فيديو جديد. حطوا لنا اللايك والاشتراك والكومنتات وفعلوا لنا الجرس يوصل لكم كل فيديو بنعمله. النهارده الفيديو بتاعنا بيتكلم عن الوز وإنتاج الوز وعايزه كده ايه اوريكم حاجه بعملها. فدايما انا معوداكم اي حاجه بعملها لاي طيور عندي او حاجه جديده بالنسبه لكم او بالنسبه لي او معلومه وصلت لها فبقول لكم عليها، ولما بتكون مفيده ومجرباها مره واتنين اكيد طبعا بقول لكم زي ما انتم متعودين. الفيديو النهارده هو هيكون صغير كده بسيط، بس في حاجه كده بعملها للوز اللي نايم، الوزر اللي هو الرائد عندي. فقلت ايه اصور معاكم كده وانا بعمل النهارده كده الحاجه دي. طبعا الوزه بتاعتنا كده ليها 25 يوم نايمه، فالحاجه دي بنعملها بعد اليوم ال25. تعالوا بينا ندخل بقى كده للوزه ونشوف هنعمل ايه وايه الحاجه اللي انت عايزه تقولي لنا عليها يا ام ندى. يلا ايه ندخل كده بقى ايه على الوز ونشوف الدنيا معانا ايه. طبعا وزتنا نايمه اهي، تمام. هبدأ كده ايه اوريها لكم. خلاص نايمه بنتي ناس محترمه اهي. فطبعا انا كنت مصورها لكم قبل كده اول ما بدأت تنام في الفيديو بتاع الروتين. فما شاء الله تبارك الله نايمه في كل اريحيه والدنيا هاديه عندها وما فيش اي حاجه معاها كمان، تمام. فانا معايا حاجه ايه النهارده كده هنحطها على البيض بتاعها. الحاجة اللي معايا دي حلوة خالص، بتخلي البيض يطلع مع بعضه. الولدة بتاعت الوز او اي حاجة نايمة عندك بتطلع مع بعضيها. مجربة وفعالة والنتيجة بتاعتها بأمر الله يعني وبإذن الله وكله بتاع ربنا مضمونة. يعني ما فيش حد يعني سألني وقلت له عليها جربها قال لي لا وحشة، كله بأمر الله يعني قال جربتها فعلا حلوة. اتمنى طبعا كل الفيديوهات زي ما انا بتكلم معاكم بصراحة يعني تطلع معاكم حلوة وتجربوا الفيديوهات بتاعتي والوصفات بتاعتي ان شاء الله هتطلع حلوة معاكم وان شاء الله تجربوها وايه وتلاقوا النتيجة اللي انتوا عايزينها. معايا ايه النهارده هوريكم. افتح الكيس كده الاول. معايا ايه بقى؟ معايا الشيح، تمام. الشيح ده ما شاء الله يعني زي ما انا قايله لكم قبل كده في وصفات كتير، هو صيدليه موجوده في كل بيت. هو يعني للطيور حاجه كده ما شاء الله، يعني حاجه حلوه خالص للطيور، تمام. وفي نفس الوقت للبيض اللي بيفقس يا منى ده. ايوه ازاي الكلام ده؟ سبحان الله بقى، ربنا ليه معجزات وقادر على كل شيء. معايا الشيح هنعمل فيه ايه؟ شفتوا ما شاء الله الوزة خايفة على البيض بتاعها، تمام. فانا هقوم دلوقتي الوزة من مكان من على البيض وهنشوف احنا هنعمل ايه. وميا كنت يوم قومتها ايه طبعا غلبتني على ما قامت فظيعه، تمام. حاطه لها برسيم طبعا وحاطه لها ميه، مش بكتر لها ميه اثناء وهي نايمه يعني، ما بحط لهاش ميه كتير، بحط شويه صغيرين، تمام. وعندي البيضه اهو. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد. ومعايا بقى ايه الشيح زي ما انا قلت لكم، تمام. ايه رايكم بقى؟ حاجه تتصدق بالله عليكم ان العشبه الهايله دي حاجه كده ما شاء الله تبارك الله، حاجه جامده، تمام. حاجه حلوه خالص، تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنبدا نرش الشيح كده زي ما انا برش كده على البيض، ماشي. ليه بقى يا ام ندى بترشيه على البيض؟ ماشي، حاولي كده ان انت توزعي حتى على ايه القش اللي هي بتنام عليه كده، تمام. تمام. ليه بقى بنرش الشيح على البيض؟ طبعا زي ما انا قلت لكم كده. وطي صوتك، مش عامله حاجه فيه والله. بعد طبعا ما تتم ال25 يوم هعلي صوتي انا. بنرش الشيح على البيض عشان تساعد البيض، بيض الوز على الفأس، تمام. هو يفقس كله مع بعضه، لما تيجي تبصي عليه ان شاء الله كده تلاقيه بايض كله مع بعضه، تمام. تمام. وبيحافظ طبعا على درجه حراره البيض،
تمام. كل البيت بتكون درجة حرارة واحدة، علشان خاطر ايه البط البيض ما يسقعش مننا او يحافظ عليه. فاهمين يعني ايه؟ مش بيحصل الله اكبر الله اكبر الله اكبر موت مفاجئ للبيض داخل للجنين داخل البيض. هو كده ده بقى بيحافظ على درجة الحرارة بتاعة البيض. تمام. بيحافظ على الجنين داخل البيض عشان مش يموت. تمام. وبيحافظ على درجة الحرارة بتاعة البيض. خلاص. يا رب تكون استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده واستفدتوا من المعلومه. حطوا اللايك والاشتراك وفعلوا لنا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو بنعمله. طبعا الوزه مقلقه على البيض مني، بس مش هعمل حاجه والله. انا بس حبيت ان انا اشارككم النهارده الفيديو بتاعي كده اليوم ال25 للبطه، قصدي للوزه. تربيه الوز حاجه ما شاء الله مش مكلفه، بالنسبه ان هو بياكل عيش في ميه، برسيم، اي نوع خضيره عندك ما شاء الله يعني. تمام. شايفين؟ سبحان الله سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يحفظها يا رب، يا رب يحفظها يا رب. شفتوا؟ الام ام حتى في الحيوان وفي الطير. شايفين؟ تلم البيض حوالين منها ازاي. استغرب الكيس ده فيه ايه. سبحانك يا رب. حطوا اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو بنعمله. باي باي، انتظرونا في فيديوهات تانية كتير. بحبكم.